يا مساء الاكشن والاثاره. لو عجبك الفيلم مش تنسى تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد، مش تنسى كمان الكومنت اللذيذ. وتعالى دلوقتي نبدا فيلمنا. بيبدا الفيلم براجل وبنته وهما ماشيين في صحراء، وبيبتدي الراجل ده يصلي للاله بتاعه اللي بيبقى اسمه ربو، وبيطلب منه انه يديهم ميه واكل لانهم لو فضلوا على كده هيموتوا، ولكنهم للاسف بيفضلوا على كده، مش بيبعت ليهم اي حاجه والبنت بتموت. وطبعا بيحزن الاب جدا عليها، لكن فجاه بيسمع صوت جاي من بعيد وبيقول له انت عانيت كتير، وبيبتدي ان هو يروح ناحيه الصوت ده، بيخش في غابه وبيتفاجئ لما بيلاقي هناك ميه واكل، وعلى طول بيروح وياكل ويشرب منهم، وبيتفاجئ ان اللي قاعد قدامه ده الاله ربو اللي كان لسه بيطلبه. بيقول انه خلاص الارض باظت، وان كل اتباعه ماتوا، وان هو اخر واحد على الارض بيعبده، وان خلاص كده ان هو لازم ياخد الجائزه الابديه اللي هو كان وعدهم بيها. ولكن الاله ده بقى يفضل يضحك عليه ويقول له مفيش حاجه اصلا اسمها الجائزه الابديه، وان احنا بس بنحتفل لاننا قتلنا الراجل اللي كان معاه سيف نيكرو، وان السيف ده مؤذي جدا لان ده السيف الوحيد اللي يقدروا بيه انهم يقتلوا الالهه. فطبعا جور بيتصدم من اللي بيسمعه، وان الاله بتاعه طلع مزيف، وان بنته ماتت بسببه لانهم كانوا بيعبدوه. وبيتعصب جور وبيقلع الميداليه اللي كان لابسها، بيقول له ان انا خلاص ما عدتش هعبدك، وبيقوم الاله عشان يقتل جور. ولكن فجاه جور بيلاقي السيف بيتحرك وبيوصل لايده، وبيسمع نفس الصوت اللي سمعه قبل كده بيقول له اقتل الاله ده هيبقى هدفك خلاص في الحياه. وفعلا بيعمل جور كده وبيقتل الاله بالسيف بتاعه. وانا بيقرر جور ان هو هيقتل الالهه كلها اللي موجوده في العالم كله. بعدها بنروح لثور، بيكون جور قاعد كده مع شويه ناس من القريه وبيحكي لهم قصه ثور، وان هو من صغره كان محارب اصلا، وابتدى يكبر ويكبر في السن، وابتدت علاقاته تختلف، وبيحب واحده للتانيه لحد ما وصل لواحده اسمها جين فوستر، وان دي فعلا بتبقى حب الوحيد، ولكن بسبب انشغال ثور في الحروب وانشغال جين فوستر فبيبداوا انهم يبعدوا عن بعض. وانه كمان عانى كتير وشاف صحابه بيموتوا، وكمان والده ووالدته واخوه لوكي بيموتوا قدامه، وحتى المدينه بتاعته بتنفجر قدامه وبيتدمر ثور وبينهار، وبيبتدي بقى ان هو ما يهتمش بنفسه. لكن بعد فتره الحرب اللي خاضها ضد ثانوس بيبتدي ان هو يتجمع تاني مع فريق حراس المجره، ويروحوا بقى مع بعض ويحاربوا سوا، وبيرجع ثور تاني بقى يتدرب علشان يرجع لقوته. وبيقعد ثور بقى يستجم على جبل لحد ما بيجوله ستار لور، وبيقول ان هم محتاجين مساعدته في حرب. وفعلا بيروح ثور وبيلاقيهم بيحاربوا شويه كائنات كده عامله زي الفراخ. بيوصلوا الملك وبيقول له ان المعبد اللي هناك ده هم مستولين عليه، وان ده المعبد بتاعهم، وان انت حاول وانت بتقتلهم انك مش تدمر لينا المعبد ده. وفعلا بيتحرك ثور وبيتحرك كمان الكائنات دي، وبيبتدوا انهم يضربوا في بعض، وبيقدر ثور فعلا بكل سهوله ان هو يخلص عليهم، وبيوصل بقى لشويه الكائنات اللي قاعده في المعبد. وغالبا كده هو بيخلص على شويه الكائنات دول بيدمر المعبد نهائي. بعدها بنروح لجين فوستر حبيب الثور القديمه، ونشوفها وهي قاعده بتاخد كيماوي، من الواضح كده ان عندها سرطان من الدرجه الرابعه، وان غالبا خلاص هي كده بتموت. ولما بتروح البيت بتحبط اكتر لما الدكتور بتاعها بيقول لها ان للاسف مفيش اي علاج للمرض بتاعها. وفجاه بتتفاجئ ان في كتاب عندها اسمه اساطير الفايكنج، ولما بتفتحه بتقرا عن اسطوره المطرقه مايلونير، وان المطرقه دي بتمنح اللي بيمسكها قوه رهيبه وكمان بتديله صحه كويسه. وبنروح بعدها لمدينه نيو اسجارد، ودي طبعا البلد الجديده اللي فيها الشعب الاخير لما انفجرت المدينه القديمه. وبنقابل هناك فالكري من الواضح كده ان هي المسؤوله عن المدينه. ونشوف كمان مسرحيه بتتعمل عن اودين وثور ولوكي، وبنلاقي كمان المطرقه اللي اسمها مايلونير واتحولت لاثار، وابتدت الرحلات والناس يجوا لها من كل حته في العالم عشان يشوفوها ويشوفوا الاسطوره دي. ولما بتمشي الرحله بنتفاجئ ان في حد لسه موجود، وبنعرف ان الحد ده هو جين فوستر. وفجاه بتبتدي المطرقه دي انها تتحرك من مكانها، وبنرجع تاني لثور بعد ما كسب المعركه، وبيكافئوا الملك وبيديله معزتين. وبيوصل لثور وحراس المجره رساله استغاثه، ويتفاجئوا ان الناس عماله تقول ان الالهه بتاعتهم اتقتلت. بيتفاجئ كمان بسيف صاحبته وهي بتستنجد بيه، فبيقرر ثور ساعتها انهم لازم يتحركوا عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. بيقترح عليهم ستار لور انهم يتفرقوا وكل واحد يروح في مكان. وفعلا بيتحرك ثور وبيروح للاله اللي اسمه باليجار، وبيبقى من الواضح جدا انه مات. بيلاقي هناك كمان صاحبته سيف، ولكن للاسف دراعها مش موجود. بتعرفه وبتقول اللي حصل، وان في واحد اسمه جور، وان جور ده بيقتل الالهه، وان الدور جاي على الهه اسجارد. بنشوف فعلا جور وهو وصل لاسجارد وبيضرب السيف بتاعه في الارض، فبيطلع منه وحوش كتيره وكائنات غريبه جدا، وبيبتدوا يهاجموا في المدينه. والكائنات دي بتوصل فعلا، وكمان بيوصل ثور، وبيبتدوا بقى ان هم يخلصوا عليهم. وبيتفاجئ ثور ان المطرقه بتاعته مايلونير عماله تقتل في الوحوش، ولما بيبين ايده عشان يمسكها ساعتها بيلاقيها رجعت تاني وراحت لحد تاني. ونتفاجئ ان الحد ده عباره عن واحده ست، وبيبتدوا مع بعض ان هم يقتلوا في كل الوحوش. وبيبتدي هو كمان يضرب في ثور، ولكن بيقدر ثور ان هو كمان يضربه ويوقعه بعيد. وفجاه بيختفي جور جوه الارض، وبنتفاجئ ان الوحوش دي وصلت للاطفال الصغيره وابتدت تخطف الاطفال، وبياخدهم جور وبيهرب بيهم قبل ما يوصلوا ليهم. وتاني يوم بيبتدوا الناس يتجمعوا ويتخانقوا
بسبب ولادهم. وبيحاول ثور ان هو يجذب المطرقه القديمه بتاعته، ولكنه بيتفاجئ ان هي مش بتجيله. وبيتكلم مع الناس ساعتها وبيطمنهم ان هم اولادهم هيرجعوا عليهم. وبيتواصل طفل من الاطفال المخطوفين مع ثور، وبيقدر ثور عن طريق الطفل ده انه يعرف مكان الاطفال. بس طبيعي ان هو بيبقى زي صوره كده قدامهم، وبيقدر يتواصل معاهم ويطمنهم. وبيرجع ثور تاني وبيعرفهم من الاطفال المخطوفه في مملكه الظل. فبيقرر انهم لازم يروحوا بجيش يحاربوا بيه. وبيقرر انهم لازم يروحوا المدينه اسمها اوتومومبس. المدينه دي بيتجمع فيها اقوى الالهه في العالم، ومن ضمنهم اله رع واله هركليز، وكمان الاله زيوس اقدم اله في العالم. وبيقرروا ان هم مش هياخدوا مطرقه ثور الجديده لانها بتبقى متضايقه جدا وغيرانه من المطرقه القديمه اللي هي وصلت. وبيقرروا ان هم هياخدوها على السفينه بس عشان تقدر انها تمد السفينه بالطاقه ويمشوا بيها. وقبل ما بيتحركوا بتخش جين فوستر لاوضتها، وتتفاجئ ان هي لسه تعبانه بل وتعبت اكتر. ومن الواضح جدا ان المطرقه اللي معاها دي مش بتساعدها انها تبقى كويسه، بل بالعكس بتاثر عليها. وبيتحركوا فعلا وبيوصلوا لمدينه الالهه. وفي الوقت ده بنشوف استرد وهو قاعد مع الاطفال بيشجعهم وبيطمنهم، ولكن بيوصل لهم غور وبيبدا ان هو يرعبهم. وبيروح تاني لثور، وبيبتدوا انهم يتنكروا في ازياء كده لانهم بيبقوا عاملين حفله في المدينه ومحدش بيخشها الا اللي بيكون معاه دعوه. وفعلا بيخشوا المكان وبيبتدوا يشوفوا كل الالهه قدامهم. بيوصل ساعتها الاله زيوس اقوى اله واقدم اله فيهم، وبيبداوا في الاحتفال. من الواضح كده انهم مش هاممهم اي حاجه بتحصل. فبيروح ثور فعلا يتكلم مع الاله زيوس وبيقول له على كل اللي حصل. ولكن الاله زيوس بيقول له ان فعلا جور ده خطير، وان قتل الالهه كده كده مش عندهم مهم، وان احنا في المكان ده عمره ما هيوصل لنا. فساعتها بيغضب ثور وبيقول ان لازم يعمل حاجه، بيزعق له. وبيغضب زيوس جدا، وساعتها بيقرر ان هو يقلعه اللي عليه عشان يعرف هو مين. بيكتشف ساعتها ان ثور هو اله الرعد. ولما بيعرف زيوس ان جور ده خطف الاولاد الصغيره، بيقول انا ماليش دعوه بمدينتك، وكل اله مسؤول عن مدينته. وبيقول ان عمر جور ما يقدر يوصل لإترينيتي. وبنعرف بقى ان ده كائن قوي موجود في مركز الكون، وان الكائن ده هيحقق امنيه اول واحد يوصل ليه. وان طبعا بما ان جور اصلا هو قاتل الالهه، فلو وصل له ممكن يدمر العالم كله. فخلاص ساعتها بيحبط وبيقول ان احنا مش عايزين مساعدتكم وان احنا هنروح لوحدنا. ولكن بيرفض زيوس ان هو يمشيهم من المكان، لان لو سابهم يمشوا ممكن جور فعلا يعرف من خلالهم على مكان الالهه ويوصل ليهم ويقتلوهم. وبيبتدي بقى ثور وفالكري ومايتي ثور وكورج انهم يضربوا في الحراس كلهم. وبيقدر الاله زيوس ان هو يستخدم السلاح بتاعه ويضرب بيه. لما بيحاول ان هو يضرب ثور، بيقدر ثور ان يمسك سلاحه ويرميه تاني عليه ويقتله. بياخد سلاح زيوس وبيهربوا بسرعه. بعدين بيروح المركبه بتاعتهم، وبنشوف بعدها بقى ثور عمال يتكلم مع المطرقه بتاعته ويصالحها، وبيقول لها مش تغيري من المطرقه القديمه. وبيروح بعدها ثور بيتكلم مع جين، ولكنه بيكتشف ان عندها سرطان وان هي خلاص بتموت. ولكن ثور بيطمنها وبيقول لها بما ان المطرقه مايلونير اختارتك، معنى كده انك فعلا تستحقي وانك كويسه. وبيوصلوا فعلا لمملكه الظل. واول ما بيوصلوا طبعا الالوان كلها بتختفي وبتتحول لابيض واسود. بيخشوا لهناك، بتكتشف جين فوستر شويه مخططات، وبتعرف من خلالها ان غور محتاج المطرقه اللي مع ثور عشان يفتح بيها البوابه عشان يوصل لكائن اترينيتي. فعلى طول بتطلع وبتعرف ان ده فخ، وبتمسك مطرقه ثور وبترميها بعيد. وبيوصل غور وبيأيدهم كلهم، وبيهدد ثور ان هو يجيب المطرقه بتاعته، وان لو ما عملش كده هيقتل مايتي وهيقتل جين فوستر وفالكري. وفعلا ثور بينادى على المطرقه بتاعته، وعلى طول غور بيضرب بسيفه في الارض وبيطلع الوحوش بتاعته. وبيبتدوا طبعا فالكري وثور مايتي ثور انهم يحاربوه، ويحاربوا وحوش كتيره جدا. ولكن للاسف بيقدر غور انه يطعن فالكري، وتكون كمان مايتي ثور ضعفت بسبب مرضها. فساعتها بيقرر ثور ان هو يفتح بوابه فروست بسرعه من المكان وياخدهم ويهرب. ولكن اثناء ما بيتنقل بيمسك غور في المطرقه بتاعه ثور وبيقدر ان هو يسرقها منه. بتروح بعد كده جين فوستر للمستشفى، والدكتوره بتقول لها ان جسمها مش قادر ان هو يكافح السرطان، لان في قوه تانية في جسمها بتمنع ان ده يحصل. فعلى طول بيفهم ثور ان المطرقه دي مش بتزودها بالقوه، ولكنها للاسف بتضعفها. وبيروح ويقعد مع جين فوستر، بيقول لها على كل اللي حصل، وانها مش ينفع تكمل معاه في الرحله، وانها لازم تستريح. وطبعا فالكري بسبب اصابتها مش هتقدر برضو انها تروح معاه. بياخد ثور سلاح زيوس وبيتنقل بيه. وعلى الناحيه التانية بقى بنشوف جور والاولاد كمان معاه، وبيبتدي ان هو كمان ياخد المطرقه ويفتح بيها بوابه اترينيتي. وبيوصل له ثور، ولما بيشوفوا غور بيبتدوا ان هو يضرب السيف في الارض وبيطلع وحوشه. وبيبتدي ثور يتكلم مع الاولاد ويقول لهم يروحوا يجيبوا اي سلاح يلاقوه على الارض. فالاطفال بتستغرب جدا من كلامه وتقول له احنا هنحارب معاك كده ازاي، احنا دلوقتي اطفال. ولكنه بيبتدي يقول تعويذه، وان اي حد فيهم ماسك سلاح هيقدر يستحوذ على قوه ثور. وفعلا بيكتسب كل الاولاد والاسلحه اللي في ايديهم القوه بتاعه ثور. وبيبتدي ثور والاولاد يهاجموا في الوحوش دي ويهجموا على غور. وبيقدر غور ان هو يوقع ثور ويكون خلاص هيقتله. ولكن هنا بنتفاجئ ان مايتي ثور وصلت على حصان فالكري وبتضرب غور. بيعرف ان هو بيستمد قوته من السيف ده،
وإنهم لازم يكسروه، ولكن بتكون البوابة خلاص هتفتح. فبيقرر ثور إن هو هيروح ويوقف فتح البوابة، وبيقدر ثور فعلا إن هو يفك المطرقة بتاعته، وساعتها بيديها للأولاد، والأولاد فعلا بيقدروا إنهم يمشوا من المكان بسرعة ويرجعوا تاني لبلدهم. بيقدروا إنهم يكسروا السيف بتاعه، أو بيبقى السيف هيرجع يتجمع تاني، ولكن بتقرر إنها تضرب السيف ضربة قوية في الأرض وتدمره، وبتكون البوابة للأسف فعلا اتفتحت. وبيقدر غور إن هو يروح فعلا، ولكن بسرعة بيوقفه ويقول له إن الانتقام ده مش هدفك، وإن كانت أهم حاجة عندك الحب، وإنك بتعمل ده بدافع الحب بسبب إنك كنت بتحب بنتك أوي، أنت بتعمل ده عشانها. وبيقرر ثور إن هو يسيبه ويمشي، وبيروح يطمن على جين فوستر ويقول له إن هيقضي الكام ثانية دول اللي فاضلين من عمره معاها. ولما بيشوف غور المشهد ده بيفتكر نفس المشهد اللي حصل مع بنته لما ماتت، وبيعرف فعلا إن الحب هو الحاجة الأساسية اللي كان بيحاول يوصلها. فبيقرر إن الطلب الوحيد اللي يطلبه هو إن بنته ترجع تاني للحياة. وفعلا بترجع بنته، وبيفرح غور جدا، وساعتها بيوعده ثور إن هو هيحافظ عليها وهيهتم بيها، بسبب إن غور كان تعبان أصلا لأنه كان بيموت. وكمان مايتي ثور بتموت، وبتبتدي إنها تتلاشى وتتنقل لفالهالا، وبعدها الحياة بترجع لطبيعتها تاني. وبتبتدي فالكري إنها تدرب الأولاد على الحرب، وبنتفاجئ إن كورج كمان ابتدى يرجع لطبيعته وجسمه وابتدى يتشكل تاني. وبنشوف بعدها البنت الصغيرة بنت غور مع ثور، ومن الواضح كده إنها عندها قوة كبيرة جدا. وبيبتدي ثور بقى والبنت دي إنهم يخشوا حروب مع بعض. وبنتفاجئ بعدها إن زيوس لسه عايش، وبيقول لابنه هيركليز إنه لازم يتصرف ويخلي الشعب يرجع يخاف منهم تاني. وبتوصل جين فوستر لفالهالا وبتقابل كل الناس اللي ماتوا هناك، وبيبتدي يعرفها على المكان اللي قاعدة فيه الآلهة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.